تحياتي. النهاردة هكلمكم عن ماذا قال أبو العلاء المعري عن الإسلام والقرآن ومناسك الحج، وكيف كانت علاقته بالأديان والأنبياء بصفة عامة، وهل حقا أبو العلاء المعري كان كافر بالإسلام؟ سنناقش كل هذا اليوم وهنعرف إجابات واضحة وصريحة عن كل هذه الأسئلة. الكثيرون يتساءلون عن دين أبو العلاء المعري وماذا كان يعتقد، وبالطبع من يقرأ له يجد تناقض كبير في أعماله الأدبية. ففي بعض الكتب تجده مؤمن ويؤكد وجود الله، ولكن هناك كتب أخرى يشكك فيها في وجود الله ويشكك في الإسلام بصفة خاصة، وهذا ما سأوضحه لكم في حلقة اليوم. ولكن من المؤكد أن أبو العلاء المعري لم يكن ملحدا بمعنى كلمة الملحد، ولكنه كان ربوبيا بمعنى أنه كان يؤمن بوجود الله وخالق لهذا الكون، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هو نفس الإله الموجود في الصورة الإسلامية أو في مخيلة المسلمين، لأن هو كان ليه صورة للإله تختلف تماما عن الفكر الموجود في مخيلة المسلمين حسب أفكاره. هديكم نبذة سريعة عن حياته. في الأول هو ولد أبو العلاء المعري 973 ميلادية الموافق 363 هجرية في معرة النعمان شمال سوريا، ولذلك سمي المعري. وتوفي 1057 ميلادية الموافق 449 هجرية عن عمر يناهز 85 عام تقريبا، وتوفي أيضا في معرة النعمان وهي المدينة التي ولد فيها. فقد المعري بصره مبكرا بسبب مرض الجدري، فظل في محبس العمى وكذلك محبس بيته بعد اعتزاله للناس، ولذلك لقب برهين المحبسين اللي هو محبس العمى ومحبس المنزل، لأنه كان لا يقابل أحد إلا طلاب العلم فقط. اشتهر المعري بفلسفته المثيرة للجدل، وهاجم عقائد الدين ورفض مبدأ أن الإسلام يمتلك الحقيقة المطلقة، وقال إن وهم امتلاك الحقيقة المطلقة عند المسلمون يخفي عنا الكثير من المعارف التي يجهلها المسلم بسبب الاستعلاء والتكبر على الغير، وإن ادعاء المسلم إنه على حق في كل شيء وهو من سيدخل الجنة فقط دون غيره ده شيء خارج عن نطاق المنطق والعقل، وأليس في ذلك ادعاء بمعرفة الغيب والاطلاع على ما سيفعله الله بهم بدون حق. انتقد أبو العلاء المعري نظرية النبوة، ممكن نقول إن هذه النظرية وحدها كافية أن تدخله خانة الملحدين في التاريخ الإسلامي، لأنه رفض نظرية النبوة اللي هي معتمد عليها الدين نفسه، حيث يرى أبو العلاء المعري أن الدين أورث الناس التباغض والعداوة والكراهية، واتهم الأنبياء بالتسبب في الحروب واستباحة عرض النساء واغتصابهن باسم الدين واستباحة واسترقاق البشر، لدرجة أن الصحابة كانوا يتشاجرون فيما بينهم عند اختيار السبايا ومن يحصل على الأجمل. ومن خلال أشعار وكتب المعري يمكن لنا أن نستنبط أنه حكم العقل في كل شيء، حتى النصوص المقدسة وحتى في الآيات القرآنية، مما ولد عنده الكثير من الشك والحيرة اتجاه الأديان، حيث وجد الكثير من النصوص التي يقال عليها مقدسة تتعارض مع العقل والمنطق. أبو العلاء المعري هذا الشاعر والفيلسوف الكفيف اشتهر بفلسفته المثيرة للجدل، فهاجم عقائد الدين بطريقة صعبة فعلا، ورفض مبدأ أن الإسلام يمتلك الحقيقة المطلقة رفضا قاطعا. ولذلك قال في إحدى أبياته الشعرية: أما اليقين فلا يقين، أما أقصى اجتهادي أن أظن وأحدثه، بمعنى أنه لا يوجد شيء في فلسفة المعري يسمى الحقيقة المطلقة، ومن يدعي ذلك فهو إنسان مخدوع أو يضحك على نفسه أو يخدع نفسه، وإن تلك الحقيقة المزعومة ما إلا هي اجتهاد شخصي قد يخطئ أو يصيب. بمختصر المفيد إن كل ما أنت تعتقد به أو تؤمن به هو اجتهادك الشخصي، لكن لا تملك حقيقة مطلقة تؤكد هذا الاعتناق الفكر أو هذا الاعتقاد. هي دي فلسفة أبو العلاء المعري. وقال أيضا: إذا رجع الحكيم إلى حجاه تهاون بالمذاهب وازدراها، أي من سيستخدم العقل والحجة سيزدري كل هذه المذاهب والأديان التي تعتمد على موروثات ومسلمات بعيدة كل البعد عن المنطق واليقين،
ولا يؤيدها دليل حسي ملموس. زي ما قلت لكم دي هي فلسفة المعري في كل من يدعي انه يملك الحقيقة المطلقة. طبعا احب اسمع ارائكم واشوف رأيكم في تلك النقطة، ان المسلم دائما يعتقد انه يمتلك الحقيقة المطلقة وان غيره على باطل. فهل انت متفق مع هذا الفكر ام لا؟ يعني احب اشوف تعليقاتكم في النقطة دي. ومن أشهر أقواله أيضا: ما ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يشتهي فتزندق. وهنا أبو العلاء المعري برضو يدافع عن الإنسان المكلوم الذي أصابته المصائب فكفر بالأديان، وهذا طبعا يؤكد على أنه كان مرهف الحس وكان بيحس بالغير وبمصائب الآخرين. يعني أنا شخصيا أعتقد أن فقدان المعري لبصره وهو في سن صغير جعل منه إنسان متشائم بعض الشيء، وهو كان فعلا يعني معروف عنه التشاؤم، هو كان فعلا متشائم. وليه مقولة شهيرة جدا هي: تعب كلها الحياة، وتؤكد بالطبع على أنه كان يعاني في حياته. وطبعا احنا بنستخدم هذه العبارة حتى يومنا هذا عندما نقول حياتنا كلها تعب. بالطبع أبياته الشعرية هذه أثارت العام عليه، فنعتوا بالكفر وسبوه بأفظع الألفاظ وتنمروا عليه لكونه أعمى لا يبصر. لذلك قال مقولته الشهيرة: أحمد الله على العمى كما يحمده غيري على البصر. لذلك اعتزل الناس ولزم بيته وأغلق بابه عليه، ولم يسمح إلا لطلاب العلم بمخالطته. فهو كان عالم كبير في الشعر والنحو والأدب، قوي الذاكرة، وكأن الله عوضه عن فقدان بصره بقوة الذاكرة وعلمه الواسع، فكان عظيم في الفهم والحفظ. وأخبرنا تلميذه أبو زكريا التبريزي ويقود الحموي، وهم طبعا من معاصريه، أنه كان غزير الفضل، حسن الخلق، شائع الذكر، عالما باللغة، حاذقا بالنحو، ذو فضل في مواقفه وعطائه، وصاحب صيت وشهرة فائقة لعلمه الغزير، وذو مهارة في الشعر منقطعة النظير. وكان طيب القلب، وهذه الطيبة ولد بها، فهو طوال فترة حياته لم يؤذي أو يجرح أحد حتى ولو بكلمة، لدرجة أنه كان يطالب بعدم أكل اللحوم لأن فيها إيلام وإيذاء لتلك الحيوانات البريئة. طبعا واضح جدا أنه كان إنسان يعني مرهف الحس جدا، وكان إنسان على خلق. يعتبر المعري أول نباتي في التاريخ العربي، يعني ممكن نقول إن أكلته يعني شبه الوحيدة كانت هي العدس مع البقوليات، فهو لم يكن يأكل اللحوم. حتى عندما أوصى بعدم الزواج، لأن من المعروف أبو العلاء المعري لم يكن متزوج، وأوصى بعدم الزواج، ورفضه كان يعني نابع من منبع إنساني بحت، لأنه كان يعتقد أن الزواج هو جناية على الأبناء. ومعنى كلام أن عندما والده تزوج وأنجبه فهو قد جنى عليه، لأنه وضعه في هذا العالم القاسي الذي لا يرحم، حيث يتعرض للأحزان والمصائب والحوادث بدون ذنب اقترفه. لذلك طلب أن يوضع على قبره هذه العبارة: هذا ما جناه علي أبي وما جنيت على أحد. أبو العلاء المعري كان يندد بالخرافات في الأديان، وأفضل وصف له أنه كان ربوبي، وأن الدين خرافة ابتدعها القدماء لكي يستغلون السذج والبسطاء من الجماهير. وأكد أيضا أن كل الخلفاء في مصر وبغداد وحلب كانوا يستغلون الدين كأداة لتبرير تدعيم سلطتهم بالرغم من ديكتاتوريتهم وسوء أخلاقهم. ولذلك كتب هذه الأبيات الشعرية: أفيقوا أفيقوا يا غواء، فإنما ديانتكم مقر من القدماء، فلا تحسب مقال الرسل حقا، ولكن قول زور سطروه. طبعا كان واضح جدا انه اكتشف التجارة بالدين خلال فترة حكم الخلافة العباسية، وخلط الدين بالسياسة لأغراض دنيئة ولتحقيق مكاسب شخصية وتبرير أفعالهم الشريرة. طبعا فترة الخلافة العباسية دي كانت فترة صعبة جدا، كان فيها يعني بذخ ودعارة ومثلية جنسية وظلم ودكتاتورية، ويتم التنكيل بمعظم يعني الفلاسفة والأدباء ورجال الدين. فترة فعلا، يعني أنا عملت حلقة عن فترة الخلافة الإسلامية العباسية، فترة صعبة جدا. فهو أبو العلاء المعري اكتشف بالطبع هذه الخلافة الزائفة، فطبعا فضحها. وللأسف الشديد بالطبع يعني تلك السياسة موجودة حتى يومنا هذا، يعني استغلال الدين في السياسة لتحقيق مطاعم شخصية
ده موجود، وطبعا هذا ليس له علاقة بالدين، لكن موجود. يعني هذه مش عارف يعني ايه فكرة خلط السياسة بالدين عشان تكسب يعني اشياء يعني ارضية، رغم ان المفروض الواحد ينزه الدين عن كل ما هو ارضي، لكن العكس اللي بيحصل، بيستخدم الدين المفروض اللي يبقى منزه عن كل شيء في سياسة، والسياسة معروف انها قذرة، فانت بتشوه الدين بخلطه بالسياسة. المهم، قام أبو العلاء المعري بانتقاد العديد من فرائض الإسلام مثل الحج الذي وصفه بأنه رحلة الوثني. قال إن طقوس تقبيل الحجر الأسود في مكة هي هراء الأديان، وهي خرافة التي لم ينتج عنها سواء التعصب الأعمى والكراهية والتعصب الطائفي وإراقة الدماء لإجبار الناس على اعتناق يعني ديانتهم بحد السيف. ولذلك قال إحدى مقولاته الشهيرة: اثنان أهل الأرض، ذو عقل بلا دين ودين لا عقل له. يعني جملة قوية جدا، اثنان أهل الأرض، ذو عقل بلا دين ودين لا عقل له، بمعنى أن الإنسان اللي هتجده ذو عقل ستجده بلا دين، والإنسان اللي من غير عقل ستجد له دين، لأنه سيترك عقله حتى يستقبل ما هو موجود في هذه الديانة التي اعتنقها. طبعا كلام عميق جدا اللي بيقوله، لأنك أنت لما بتعتنق دين معين بتسلم عقلك للنصوص اللي موجودة في هذا الدين، سواء يعني تتفق مع العقل أو لا تتفق، أنت بتأخذها كما هي. فدي برضو من فلسفة أبو العلاء المعري، أنه كان لا يعني يسلم عقله للنصوص بدون تفكير، كان دائما يضع النص تحت مجهر العقل حتى يحلله ويجده، إذا كان مناسب للعقل يقبله، وإذا كان يعني ضد العقل كان بيرفضه. كما أن المعري رفض مزاعم الوحي الإلهي، فلقد كانت عقيدة أبو العلاء المعري هي عقيدة الفيلسوف الزاهد الذي يتخذ العقل دليلا أخلاقيا له، والفضيلة هي مكافأته الوحيدة. ما كانش منتظر أن ربنا هيكافئه أو بيعمل حاجة كويسة أو هو طيب القلب عشان منتظر مكافأة سمائية، هو كان بيعمل هذا الشيء لأن الفضيلة في نفسها وهذه الأخلاق الحسنة هي المكافأة، هي دي مكافأته. طبعا عقلية ناضجة جدا، يعني هو ليه فكر، يعني هو مش مستني يعمل الخير عشان حد هيديله مكافأة او هياخد الجنة، هو بيعمل الخير لانه هو محب للخير او لعمل الخير. ومن أهم أعمال أبو العلاء المعري الأدبية رسالة الغفران، ويعتبر هذا العمل الأدبي من أجمل أعماله الأدبية وأروعها على الإطلاق، فكان يتكلم فيها عن الجنة والنار بأسلوب أدبي بديع. وأنا يعني إن شاء الله هخصص حلقة كاملة يعني عن هذا العمل الأدبي الرائع الذي كان يتنقل فيه المعري ما بين الجنة والنار. يعني حقيقة قصة جميلة جدا، هحاول أعمل لكم حلقة عنها. وعمل ايضا ديوان اللزوميات وديوان سقط الزند ورسالة الملائكة ورسالة الصاهل والشاحج، وهذه كانت احدى رسائل ابو العلاء المعري التي كانت تدور في نطاق الادب الرمزي، وكان يشبه فيها العلماء اللي هم يقصد بهم رجال الدين الذين يحطون بالسلاطين بالحصان الصاهل والبغل الشاحج والجمل الحاقد. يعني هو واضح جدا انه كان واخد موقف من حكام تلك الفترة الذين كانوا يستخدمون علماء الدين او بالاصح تجار الدين لتحقيق غاياتهم واطماعهم لتثبيت حكمهم وتدعيمه. وزي ما قلت لكم هذه السياسة تمارس حتى يومنا هذا، يعني للأسف الشديد. هديكم بعض من اجمل اقوال ابو العلاء المعري، لان اقواله يعني بتديك برضو فكرة عن شخصية هذا الانسان او طريقة فكره. ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل، تعب كلها الحياة. وما قلت هذه تؤكد بالطبع مدى معاناته مع معاصريه، هو كان بيعاني طبعا لأنه كان ذو فكر وفكر مخالف لما هو متوارث. الناس كالناس والأيام واحدة والدهر كالدهر والدنيا لمن غلب، عيوبي إن سألت بها كثير وأي الناس ليس له عيوب، وللإنسان ظاهر ما يراه وليس عليه ما تخفي الغيوب. قد كسر في الأرض جهالنا والعاقل الحازم فينا غريب. يعني هو يعني في الجملة عميقة جدا، يعني بيقول لك انك تجد انسان عاقل على هذه الأرض يعني عملة نادرة، لكن الجهال مليين الأرض.
من كان يطلب من أيامه عجبا فلي 80 عاما لا أرى عجبا. أولو الفضل في أوطانهم غرباء. يعني كلماته طبعا جميلة وراقية جدا. لن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأحب أسمع آرائكم في شخصية أبو العلاء المعري، ومين مع ومين ضد، ويكتب يقول ليه مع أو ليه ضد. أحب أشوف كل ده طبعا في تعليقاتكم. وهي دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى أنها تكون نالت إعجابكم، وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة، وطاب مساءكم.